وشوف قدامي ما شاء الله وصفات. نمسك اول وصفه لحم البرقوق. حياكم الله. اول شيء الله يحييك. هذا الطاج اللحم بالبرقوق لسه ما حطينا عليه برقوق، لسه ما جهز. نقرب نجهزه. حلو. وش يمتاز به؟ النكهه الطاغيه فيه ايش؟ نكهة الطاجن انه البهارات المغربيه واللحم لما يكون جديد وطري. ممتاز. يعني الحريره. هذا الحريره الشوربه. ايوه. وش ناقصها؟ ايش باقي لها؟ لسه باقي فيها مكونات الحين على النار. هذا مرق الرفيسه. مرق الرفيسه. هذه هي زي المرقوق بالسعوديه. اكثر شيء يشبه المرقوق. ايوه. وش المكونات الرئيسيه هنا؟ عدس ومساخن وتوم بلدي احمر. حلو. والدجاج بيتحمر بالفرن. بالفرن. بيتسقى بهذا العجين. بيتسقى بهذا العجين. ايوه. وبعدين يتحط عليه دجاج محمر. هذا مرق الدجاج المحمر. اللي هي الدغميره. الدغميره بالكبده. شفت؟ هذه بكبده الدجاج. كبدة هذا بالقوانص. ايوه. يا سلام. طيب دجاج. هذا الدجاج باقي تحميره بس. هذه الحلبه اللي بتنحط عليها حتى يعني الرفيسه. هذه الرفيسه عليها حلبه. ايه لازم حلبه. طيب ان طبخت الحلبه كم مدتها؟ تقريبا 10 دقائق، ما تاخذ استواء. وتسقي بها الرفيسه؟ بتسقى مع المرق ماشي مجفف. وش الحكمه من انك تطبخون المشمش المجفف؟ ليش ما تحطونه زي ما هو انت عارف لما تكون شيء مالح على حلو بيبقى طعم غير، عرفت كيف؟ تكسر به يعني. تكسر بها الملوحه. يا سلام. الطاجين معروف باللحم او الدجاج او لحم بالخضار. هذه القصعه. هذه القصعه اسمها. القصعه نفس الطاجن بس بدون غطاء. ايوه. هذه شغلتها الرئيسيه اللي هي الرفيسه او الكسكس. وهذه تكون كذا بدون غطاء. هذه حق الشوربه، شوربه الحريره. بتحط فيها الشوربه. حريره يمكن صح؟ هذه قدر الشوربه. والله انا متحمس. اثنين ولا واحدة؟ اثنين. جوج ماشي اثنين. واحدة. مرحبا أنا ناسي. احنا بدينا بلا بيك. بدينا شربنا الحاجة عطاونا الحلوى. احنا كنتسناو فيه هادشي كامل. والله بزاف.